المشكلة ان انت فاكرني زعلان عشان تعادل او هزيمة خالص. والله انا شفت معاه كتير، شفت معاه بالهبل. اصل انا مش من على الدائري، انا واحد بياكل ويشرب وينام زمالك. الموضوع مش موضوع تعادل ونقط وهزيمة خالص. الفكرة بقت عدم تقدير الجمهور، عدم شوفان الجمهور. بدأ من اسوان 36 سنة في القطر عشان اروح وراك وانت ما قدرتنيش. الماتش اللي بعده 5 يناير عيد ميلاد النادي، كلنا بنحتفل ومبسوطين وانت ما قدرتنيش. النهارده برج العرب مشوار والدنيا تلج، وبادئين اليوم بأزمة دولار وب 32 وداخلين على مجاعة وفقر وانت ما قدرتنيش. الفكرة هنا مش نقط، الفكرة عدم شوفان الجمهور. تقريبا اتعودت ان انا بروح وراك في كل حتة في الدنيا. اسوان ماشي، الصعيد ماشي، البحري ماشي، اسكندرية ماشي. انا ابتديت اشك ان جمهور الاهلي كان عنده حق اول ما لقى فرقته في النازل. هم 200 300 في الاستاد، اروح وراك ليه وانت مش شايفني وبتقل مني؟ لما تتظبط اجيلك. وهو ده اللاعب المصري، لما تهمشه وتهمله يتظبط فترجع له، وده اللي حصل. انما اروح وراك في كل حته وانت مش شايفني، ده اللي مزعلني. مش نقط ولا هزيمه ولا تعادل، ده انا شفت معاه البدع. المشكله ان انا جوايا كلام لو قلته في ناس كتير هتزايد، وناس هتقول لك لحظه غضب، وناس هتمثل واسامه وما تشمتش فينا الاعداء. بس هي دي الصراحه، صارح نفسك. اللي يروح الفتره اللي جايه ورا العيال دي، مش عايز اقولها عشان خاطر الزمالك وعشان خاطر الكيان، دول ما بقوش شايفينك حاليا. فلازم تعمل رد فعل يشوفوك بيه. الزمالك والكيان حاجة، وقلة التقدير وعدم الشوفان من اللعيبة حاجة تانية خالص. افهم كده، هم حاليا مش شايفيننا، مش مقدريننا. لما بتروح لهم وبتعمل كل ده في نفسك، هو عادي، الدنيا ايزي بالنسبة له. ده اللي مزعل الواحد. لو انت زملكاوي على الصح على الدغري هتفهم اللي انا بقوله ده، وهتفهم حرقة الدم والنرفزة اللي انا فيها ليه. انا عشان اروح ماتش بعمل البدع في شغلي وفلوسي ومشوار ودنيا. قلة التقدير وعدم شوفان الجمهور أوحش حاجة في الدنيا يا لعيبة الزمالك.